بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. النهارده هنعمل كبد وقوانص. انا غسلتها كويس قوي، نضفتها كويس قوي وغسلتها ونقعتها في الدقيق والميه والملح والليمون والخل. بقت جميله جدا وريحتها جميله جدا. هنا جبت في الطاسه معلقه سمنه ومعلقتين زيت. اول حاجه هحطها بصل جوانح علشان يدبل، وبعد كده هحط القوانص. يعني انا هنزل بالحاجات واحده واحده، وعندي فصين توم بس هحطهم بعد ما البصل يدبل شويه. هحط التوم، فصين توم هحطهم عشان ريحتهم تطلع كده جميله مع البصل. انا هنا ما قطعتش القوانص ليه؟ انا مش هعملها سندوتشات. انا لو هعملها سندوتشات هقطعها قطع صغيره، انا محتاجاها زي ما هي، او اقطعها نصين بس. فانا هحط القلوب والقوانص الاول. ليه؟ لانها بتاخد وقت اكبر، وبعدين بعد شويه كده على ما تكون بقى في نص سوا هحط الكبده، لان الكبده ما بتاخدش وقت. يبقى انا دلوقتي هشوح على نار عاليه لمده دقيقه كده. لما تاخد صدمه ولونها يتغير هقوم موطيه عليها وهوريكم هنسبك بايه. القوانص خدت تشويحه على نار عاليه. هحط لها التوابل دلوقتي. انا عندي ملح، رشه جوز الطيب، رشه حبهان بودر، فلفل، شويه بهارات، زنجبيل. يعني هقول تاني: زنجبيل، فلفل، حبهان، رشه جوز الطيب، ملح، شويه بهارات. ده كله هنحطه ونتبل ونقلب، وهغطي عليها على ما تستوي شويه. اقوم حاطه الكبده وهحط لها فلفل اخضر وحبيتين طماطم، بس مش الوقت، لان انا مش عايزاهم يدوبوا، انا عايزاهم يفضلوا بقوامهم الجميل. هنغطي عليها دلوقتي وانا هديت عليها ونسيبها شويه ونقلب. خلاص القوانص استوت نص التسويه. انا دلوقتي هحط الكبده وهقلبهم، وهحط كمان الفلفل والطماطم، وحاطه واحد فلفل حار كله بقى، لان الكبده ما بتغيبش. على ما الفلفل يدبل تكون والطماطم تكون الكبده استوت. هقلبها على نار عاليه كده دقيقه، وبعدين هغطي عليها تكمل التسويه بتاعتها. أكلة سريعة ولذيذة وجميلة. لو انت هتعملوا سندوتشات قطعوا الكبد والقوانص صغير، انا مش عايزاها سندوتشات. ان شاء الله استوت خالص، بس انا بنشفها وبعدين هقدمها معاكم ونشوف مع بعض الجمال والريحة والطعم. حاجة جميلة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الطبق بتاعنا جاهز، ريحته مشهية جدا وطعمه جميل. جربوه بألف هنا وشفا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.